متابعينا الأوفياء، السلام عليكم. تمكنت عناصر المصلحة الولاية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بالتنسيق مع نظيرتها بمدينة تطوان على ضوء معلومات دقيقة وفرت مصالح المديرية العامة لمراقبة الطرب الوطني زوال اليوم الاثنين من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت، والتي ذهب ضحيتها طالب يبلغ من العمر 20 سنة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة كانت مدعومة بتقنين مسرح الجريمة قد باشرت يوم السبت 5 نوفمبر الجاري إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بمنزل يقطنه بمفرده بمدينة طنجة، وهي تحمل عدة طعنات بأطرافه العلوية يشتبه في كونها ناجمة عن اعتداء بأداة حادة. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي باشرتها الفرق الأمنية مكنت من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها، كما مكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها الذي يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن جنايات وإتلاف أداة الجريمة وبعض العائدات الإجرامية. وأكد البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها رهن المراقبة الشرطية لكونها لا زالت قاصرة، بينما تم الاحتفاظ بقريبها تحت تدابير الحراسات النظرية رهن إشارات البحث الذي تشرفت عليه النيابات العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك في القناة ليصلك كل ما هو جديدنا. شكرا لكم.